السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. في الفيديو ده جايبه لكم الحل لحب الشباب. في ناس كتير عندها حب في وشها بيطلع، وكمان بيقعد فترة وما بيروحش من البشرة. فانا جايبه لكم الحل في الغسول ده. الغسول ده حلو جدا، وكمان مش بيعالج حب الشباب بس، لا ده الغسول ده بتستخدميه كتنظيف للبشره في المنزل. بدل ما تروحي مثلا تعملي تنظيف للبشره، الغسول ده هيقوم لك بكل الوظائف دي. هو سعره غالي شويه، بس هو بصراحه بيغنيك عن اي جلسات تنظيف للبشره. ده فيه كذا حاجه، هقول لك دلوقتي مميزاته ايه. ده لو جبتي الغسول ده مش هيخليكي تروحي تعملي تنظيف بشره. هتعملي تنظيف البشره في البيت بغسول واحد. هو ده عايزه اقول لك ده جميل جدا. ولو عندك حبوب بيضيع الحبوب والرؤوس السوداء، وكمان لو عندك بشرتك بتفرز دهون، الغسول دوت بيشيل الدهون دي. ففي كذا فايده وهقول لك عليهم دلوقتي، وهقول لك على اسم الغسول. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. يلا بينا نشوف مميزات الغسول. اول حاجه الغسول ده اسمه اهو مكتوب عليه بالانجليزي ومكتوب بالعربي. ممكن تعمليه سكرين. اسمه توبي جند. اسم الغسول توبي جند. الغسول ده حلو جدا. كان عندي حبوب بس انا جايباه من فتره، يعني جايباه من فترة من الصيدلية. وطبعا هو بصي ده شكل الغسول اهو. دي الجزء ده اللي بتغسلي بيه البشرة، بيبقى فيه فرش كده. ده موجود في كذا غسول، مش الغسول ده بس. هوريهولك دلوقتي زي ما انت شايفة كده. ده دي زي شعيرات كده، بتغسلي بيها البشره، بتنضف لك البشره بعمق. تبقى موجوده وجايه مع الغسول، وفيها فتحات. الفتحات دي بتطلع لك الغسول. وفي رغاوي. هقول لك طريقه استخدامه دلوقتي، بس اقول لك الاول مميزات الغسول ده. عايزه اقول لك غسول جميل جدا وهيغنيكي عن اي حاجه انت بتستخدميها. مميزات الغسول ده وطريقه كمان استخدامه. دي العلبه بتاعته اهي. ده بيبقى شكله علشان ما تجيبيش مثلا حاجه تانية. انا جايباه من سنه او اكتر من سنه، بس هو مده صلاحيته 3 سنين. ده شكل العلبه اهو. ده شكل علبه الغسول. وزي ما قلت لك هو من الصيدليه بتجيبيه. الغسول ده فيه رغوة مصممة خصيصا للعناية اليومية بالبشرة المعرضة للإصابة بحب الشباب. يعني لو عندك حب الشباب هتستخدمي الغسول ده. أنا استخدمته شخصيا وجميل جدا. كل ما بيطلع حبوب بستخدمه. أنا مش بستخدمه على طول، بس كل ما الاقي يعني حبوب في بشرتي بستخدمه وأقولك استخدامه ايه. بيحتوي على مواد طبيعية ذات خواص مضادة للميكروبات. طبعا بيبقى فيه ميكروبات هي دي اللي بتسبب حب الشباب. وبيعمل على الصنفرة لطيفة للطبقة العليا من البشرة لإزالة الأوساخ والإفرازات الدهنية الزائدة. طبعا في الحبوب دي بتبقى فيها إفرازات دهنية. الغسول ده بيشيل كل الدهون اللي بتكون موجودة على البشرة، وخصوصا البشرة الدهنية أو البشرة المختلطة. وبيشيل كمان الشوائب من على الجلد. لو في شوائب على الجلد بيشيلها. وكمان بيحتوي على مادة مقشرة لطيفة، يعني مقشر خفيف على البشرة. بيساعد على تحسين مظهر البشرة وملمسها. بيخلي ملمس البشرة ناعم، وبيخلي البشرة صافية ما فيهاش أي حبوب ولا دهون. المقشر يعني هو في نسبة مقشر بسيطة جدا. وبيساعد في تنقية مسام البشرة التي تسبب الرؤوس البيضاء وكمان السوداء وتنظيفها. لو عندك برضو رؤوس بيضاء او رؤوس سوداء، الغسول ده بينظف لك كل حاجة. في الرؤوس السوداء اللي بتبقى على الانف، فالغسول ده جميل جدا بيشيل لك اي رؤوس موجودة في البشرة. مكونات الغسول ده مكون من العسل والأنتونين وخليط من الخلاصات الطبيعية المرطبة. يعني الغسول ده طبيعي، كله مواد طبيعية وفي نفس الوقت جميل جدا.
الاستخدام بتاعه بقى بيتحط على بشره مبلله. اول حاجه بتغسلي البشره كويس جدا، وبعد كده بتحطي بقى الغسول وبتحطيه لمده دقيقتين او دقيقه، سيبيه لحد ما ينشف شويه، مش بتغسليه على طول. بيستخدم لو الحبوب كتير، هتستخدمي الغسول ده صباحا ومساء. انا في الاول كنت بستخدمه صباحا ومساء لحد ما الحبوب راحت، بقيت استخدمه بالليل بس. بعد كده لما الحبوب راحت خالص ما بقتش استخدمه، قعد معايا فتره كبيره عشان مش بستخدمه على طول، لانه هو مجرد ما استخدمته مره في 2 في 3 لقيت الحبوب راحت، ما بستخدموش لما الاقي مثلا يعني حبوب ظهرت على بشرتي فبستخدمه. اول ما تروح بوقف استخدامه، لان هو بيستخدم كعلاج للبشره. وزي ما قلت لكم طريقه الاستخدام بتاعته، هو فيه رغوه، هوريك الرغوه بتاعته. بتدوسي كده هنا كده، بصي انت بتدوسي كده زي مثلا زي البرفان كده، بتدوسي هنا كده، بصي بيطلع رغاوي. اول ما تدوسي بيطلع رغاوي. الرغاوي دي بتحطيها على بشرتك، بتدلكي بقى البشره، وبتدلكي البشره بطريقه دائريه علشان البشره بتاعتك تتنضف كويس. وطبعا بتدلكي كل البشره، مش الوش بس، لا الانف كمان ضروري ان انت تدلكيها كويس جدا بالرغاوي دي. وبتسيبيها زي ما قلت دقيقتين، وبعد كده بتشطفي البشره. بعد ما بتستخدمي الغسول بتحطي مرطب، ويفضل يكون مرطب كويس. مثلا ممكن تستخدمي مرطب جونسون، انا عملت عنه ريفيو جميل جدا وسعره مش غالي. وممكن تستخدمي السيروم بتاع البشره، هيبقى افضل برضو. ترطبي بشرتك بعد استخدامه، لان البشره بتكون خلاص نتفت فلازم ترطبيها. وعايزه اقول لك كمان ان ده انا كنت شارياه، اشتريته ب 150 من الصيدليه من سنه او اكتر من سنه، ب 150 جنيه. فمش عارفه سعره كام دلوقتي، بس هو سعره غالي. بس عايزه اقول لك ان هيغنيكي عن تنظيف البشره بره، وكمان هيقعد معاكي فتره كبيره. طبعا انت لو عملتي تنظيف بشره هتدفعي في كل مره 200 جنيه على الاقل خالص. فده لو انت جبتيه ب 200 جنيه، اللي هو سعره دلوقتي 200 جنيه، هيقعد معاكي اكتر من سنه. ومجرد ما تستخدميه هتلاقي بشرتك نطفت وما بقاش فيها اي حبوب ولا دهون ولا اي حاجه خالص. كنت متردده اعمل ريفيو عن غسول البشره ده، قلت استخدمه فتره وبعد كده اعمل لكم عنه ريفيو. بعد كده حبيت بقى اعمل لكم عنه. يا رب اكون افدتكم في الفيديو، ويكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك. وده شكل الغسول اهو، لو حابين تعملوه سكرين. وكمان شكل العلبه. وزي ما قلت لكم ده موجود في الصيدليات، اسالوا عنه.